بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. قصة النهاردة إن شاء الله تعجبكم. لو عجبتنا نعمل لايك للفيديو، نعمل اشتراك في القناة لو لسه أول مرة تشوفوني، فعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل قصة جديدة بنزلها. قصة النهاردة قصة شاب مكافح عايز يتعلم وعايز يشتغل. فالشاب ده من قرية من قرى الريف المصري، مش لاقي شغلانة تكفيه ويساعد أهله لأنهم برضو كانوا على قد حالهم. فقال لما أنزل القاهرة أدور على شغل، القاهرة فيها شغل كتير وأكيد المرتب هيبقى أحسن. المهم نزل القاهرة، ومامته قالت له ربنا معاك وربنا يوفقك ربنا يرزقك، وقعدت تدعي له. أول حاجة طبعا لما نزل دور على مكان يعيش فيه. قعد يدور لقى الأماكن غالية لحد ما لقى أوضة فوق سطوح. قال خلاص حلوة كويسة، إيجارها على قدي وأقدر أدفع الإيجار بتاعها. استسمح الراجل صاحب البيت إن هو يستنى عليه لما يشتغل، وقال له ظروفه وقال له خلاص ماشي. وكان راجل كريم وقال له خلاص ماشي، بس لو ما اشتغلتش خلال أسبوعين بالكتير تسيب الأوضة. أنا مش هأجرها كده يعني حاجة خيرية، لا أنا عايز الإيجار. قال له تمام حاضر. المهم فضل يدور على شغل لحد ما لقى مقاول بيشغل الناس معاه، مرة في الفاعل يشيل حجارة ويشيل رمل ويشيل حاجات، مرة لقى بيعرف يقرا ويكتب قال له طب امسك لي الحسابات ديا. المهم كان بيشتغل معاه من بعد الفجر لحد أذان الظهر، وكان بياخد يعني فلوس معقولة. يحاول يقسم الفلوس دي على 3، جزء يدفع منه الإيجار وجزء يعيش منه والجزء الثالث يبعته لأهله في القرية بتاعتهم عشان يعينهم على الحياة. وكان من بعد الظهر بقى يبدأ يشوف التعليم بتاعه ومذاكرته اللي عايز يذاكرها. المهم شهر شهرين اشتغل، وبعدين يعني حصلت مشكلة في الشغل فالراجل مشاه من الشغل. فجه عشان يجي أول الشهر بقى عشان يدفع الإيجار ملقاش فلوس. فالراجل صاحب البيت قال له ما أنا قلت لك أنا مش عاملها عمارة خيرية أسكن فيها من غير إيجار، لا أنا عايز الإيجار. فأنت على آخر الشهر لو ما جبتش الإيجار يعني هيبقوا شهرين ما تقعدش، تاخد حاجتك وتمشي عشان ما اروحش اعمل لك محضر في الاسم وادخلك في مشاكل. لان هو شايفه ان هو شاب مستقيم وكويس واخلاق ومش بتاع مشاكل. قال له لا ان شاء الله ربنا يرزق وهجيب لك الايجار بتاع الشهرين باذن الله. طبعا اتضايق مش لاقي شغل وعمال يدور على شغل مش لاقي. والواحد لما بيتضايق يعني بيبقى قدامه حل من 2، ده يعني اللي جرت العادة عليه، يا اما يقعد ياكل يطلع همه في الاكل او يخرج يتمشى. فهو طبعا بما ان حالته على قده فخرج يتمشى. ما تصلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يبقى هو اصلا جه من الارياف من القرية بتاعته للقاهرة طالب حاجتين، الرزق والعلم، والاتنين سبحان الله يعني ربنا أمرنا إن احنا نسعى للعلم والرزق طبعا سبحان الله لما هيسعى ربنا هيرزقه، يرزق من يشاء بغير حساب. فخرج متضايق فضل يتمشى، فضل يمشي 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 مش عارف وصل لحد فين، لحد ما لقى نفسه في مكان يعني أغلبه فاضي ما فيهوش بيوت، وفي بيتين أو 3 كده حاجات بسيطة قوي، منهم بيت شكله مهجور. فهو كان تعب جدا من المشي، وماشي طبعا متضايق مش عارف حتى مشي لحد فين. المهم شاف البيت دون، فقال اما اخش ابص البيت ده فيه واريح شويه. دخل البيت لقى البيت ما فيهوش حاجه
غير سرير مكسر كده ومش مظبوط، وراجل كبير نايم على السرير. فالراجل أول ما شافه زي ما يكون يعني لقي كنز كبير. أيوة يا ابني، ده انت جيت في وقتك، ده انت مش عارف ايه، ربنا بعتك ليا، انت ابن حلال. وقعد يتكلم معاه بالشكل ده. قال له ايه يا والدي، عايز حاجة وأمرني؟ قال له يا ابني عايز. قال له خير، ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدرني واعمل لك اللي انت عايزه. قال له انا عايز عنب، عايز عنقود عنب. فطبعا الشاب استغرب. حاضر، هجيب لك من عينيا. وخرج ومعهوش طبعا ولا مليم. المهم هو نوى، قال لا انا هجيب له العنب اللي هو عاوزه. وخرج مشي، فضل ماشي لحد ما لقى فكهاني. سلام عليكم. عليكم السلام. قال له لو سمحت انا عايز عنقود عنب، عنقود واحد بس كبير كده وحلو، بس انا معيش فلوس. بكام العنقود ده؟ قال له ب10 جنيه. قال له عنقود ب10 جنيه؟ قال له عايزه خده، مش عايزه ما تاخدوش. قال له لا عايزه. طب ممكن اسيب عندك الجاكيت ده رهن لحد ما اجيب لك ال10 جنيه؟ قال له ماشي. راح قلع الجاكيت بتاعه وراح مديه للراجل الفكهاني، وخد العنب ورجع جري على الراجل الكبير. خد يا والدي اتفضل. بيقول بقى ان انا يعني كان نفسي في العنب ومرضتش ادوقه ولا اعمل اي حاجه، واديته للراجل الكبير ده عشان ياكله. الراجل كل عنقود العنب وحمد ربنا وقعد يدعي له، ربنا يا ابني يرزقك، ربنا يكرمك، ربنا. وقعد يدعي له قد كده. قال له كفايه يا والدي الدعوات الجميله دي، انا في احتياج ليها. المهم قعد كده وقال له بص يا ابني، انت ابن حلال، انا عايز اقول لك حاجه. قال له اتفضل. قال له شايف الركن اللي في البيت اللي هناك ده؟ قال له قال له روح افحت عند الزاويه دي. قال له حاضر. راح فحت لقى شنطه كبيره مليانه ذهب. فراح واخدها وقال له دي شنطه مليانه ذهب؟ قال له ايوه. انا يا ابني الشنطه دي كنت تاجر كبير، وانا راجع من مشوار التجاره بتاعي من البلد اللي كنت بتاجر فيها يعني، حسيت ان المكان اللي احنا ماشيين فيه لصوص كتير، مكان موحش كده وفيه لصوص كتير. فخفت لحسن يسرقونا، فرحت جاري ودافن الشنطه دي في المكان ده، وعلمت البيت دون ومشيت. لقيتهم فعلا طلعوا علينا لصوص وقعدوا فتشونا وخدوا الحاجه اللي معانا كلها. كنت انا ومجموعه يعني من زمايل التجار، واللي معهوش حاجه سابوه، اللي معاه حاجه وقومهم مرضيش اداها لهم موتوه، واللي معاه حاجه واداها لهم خلاص سابوه يمشي. انا طبعا معيش حاجه فسابوني امشي. مشيت، وبعدين بعد فتره طويله لما اتاكدت ان المكان بقى كويس رجعت ابص على شنطه الذهب بتاعتي، لقيتها زي ما هي. رحت نايم هنا جنبها. ودلوقتي يا ابني انا خلاص يعني مش عايز حاجه من الدنيا. انا كان نفسي اكل عنب وانت جبتهولي وخلاص. وانا دلوقتي شنطة الذهب دي أنا مش محتاجها، ولا عندي عيال ولا عندي زوجة ولا عندي حد، فهي حلال عليك. بس ده ذهب كتير، بس ده. قال له ماله، انت تستاهله، انت تستاهله. فين الجاكيت اللي انت كنت لابسه؟ قال له انت ما كانش معاك فلوس واديت الجاكيت للفكهاني عشان تجيب لي العنب، صح؟ قال له صح. قال له طيب، في حد يعمل كده وما يستحقش اللي انا بعمله معاه؟ انا ما قابلتش حد بالشكل ده، ومش هديها لحد اكفأ منك ولا اخلاقه افضل منك. والراجل بالفعل اداله الشنطه اللي فيها الذهب. بيقول شنطه كبيره مليانه ذهب. طبعا فرح واتبسط، وربنا رزقه سبحان الله من حيث لا يحتسب. نرزق من نشاء بغير حساب.
صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيرزق من يشاء بغير حساب. المهم، فيدوب اداله الشنطة وقال له الكلمتين دول وبينادي عليه الراجل كده كده، مفيش، لقى مفيش. مسك ايده يشوف النبض، لقاه خلاص روحه صعدت للي خلقها. الشاهد عليه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وخلاص يعني ما بقاش عارف ايه يعمل ايه. فقال: طب انا مش معقول هاخد الشنطة وامشي، ده انا لازم نعمل معاه المفروض يتعمل، عايزين حد يغسله ونكفنه وندفنه. المهم خرج، لقى ناس ماشية، قال لهم: يا جماعة ساعدوني، يا جماعة ساعدوني. المهم ربنا رزقه بولاد الحلال اللي ساعدوه وكفنوا وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. وهو بعد ما خلص كل ده خد شنطة الذهب ورجع. راح بايع جزء من الذهب، بدأ بقى يبيع جزء جزء، وراح مدي الراجل الإيجار بتاع الأوضة اللي هو قاعد فيها، وما غيرش الأوضة ولا حاجة. شال الذهب دون عشان خاطر يقدر يعيش منه. وراح طبعا بايع جزء أكبر وبعته لأهله عشان يعينهم على على الحياة. هو عارف إن هما معهمش، فبدأ يبعت لهم برضو عشان يساعدهم. وعاش بعد ما كان فقير ومحلتوش أي حاجة، سبحان الله بقى عنده ذهب كتير بيبيع منه وعايش زي الفل. اتعلم وخلص تعليم وخد باقي الذهب ورجع لبيته وحكى لوالدته على القصة. قالت له: يا ابني الحمد لله، انت خرجت عشان تطلب العلم وتطلب رزق، وكنت راضي باللي ربنا كتبه وما تضررتش من أي حاجة، وربنا كرمك ورزقك. والرضا يا ابني بالمقسوم دي بتكون النتيجة بتاعته. ربنا يكرمك دايما ويرزقك. وقعدت مامته تدعيله، ولأن والدته سبحان الله كانت بتحبه جدا وهو كان بر بيها جدا جدا، وربنا سبحانه وتعالى جبر خاطره ورزقه وتعلم ورجع وتوتة توتة خلصت الحدوتة. لو إنها مش حدوتة، ده قصة حقيقية جميلة بتدل على إن الواحد سبحان الله لما يسعى ربنا يعينه ويساعده ويرزقه. ربنا يرزقنا جميعا الرضا والصبر والرزق الكثير الوفير الحلال، اللهم آمين يا رب. يا رب تكون القصة عجبتكم، واشوفكم قصة جديدة بخير وصحة وسعادة. مع سلامة الله.